ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل رز بالخلطه بالكبد والقوانص روعه. جربيه وان شاء الله هيعجبك. عندي طاسه فيها سمنه وفيها زيت، معلقه كبيره سمنه ومعلقه صغيره زيت. هنزل بالكبد والقوانص مقطعهم صغير خالص، كبد وقوانص الفراخ طبعا اقطعهم صغير وما نقلبش كتير علشان الكبده بتاعتي ما تهريش. وهنزل ببصلايه متوسطه مبشوره عليهم، بس البصلايه تدبل شويه صغيره. هحط لها معلقه توم صغيره. التوم بيدي ريحه تحفه جدا وبيتلائم قوي جدا، وبيتناسب مع الكبد والقوانص، بيبقى حلو قوي. التركيبه بتبقى جميله بصراحه مع الكبده بالذات. التوم بتحب الكبده والكبده بتحب التوم. بس كده هخليه اقلب شويه وهدبله كويس، وهنزل ب3 معالق كبار من الزبيب. هنا انا مش محتاجه ان انا اكرمل البصلايه بتاعتي علشان خاطر الزبيب انا نزلته، الحلاوه اللي فيه هتنزل. وبهاراتي ملح وفلفل اسود وبهارات وقرفه، معلقه صغيره من كل حاجه. طبعا الملح انتي بتظبطيه بعد ما تحطي الميه. هزود الميه بتاعتي على قد الميه بتاعت الرز. طبعا الرز بتاعي رز مصري مغسول، هيتغلي غلوتين واروح نازله بالرز المصري بتاعي. وظبطي الملح بتاعك. بس كده يتشرب وهوطي عليه النار وتاكلي احلى رز بالخلطه روعه، خطير جدا. بصي بقى، خلاص انا وطيت عليه النار، استوى مفلفل روعه. الزبيب تحفه اهو زي ما انت شايفه كده. جربي الوصفه وان شاء الله هتعجبك. عايزه تسوقيه بمكسرات مفيش مشكله، جربيها وان شاء الله هتعجبك. ممكن تستخدمي كمان الرز ده تحشي بيه الحمام، تحشي بيه فراخ. وان شاء الله الوصفه تعجبكم، واشوفكم في وصفه جديده، ومع السلامه.